مرحبا بنات. بفيديو اليوم راح اشوفكم شلون اوخر مكياجي. طبعا هالفيديو اجتي عليه طلبات هواية من البنات، فهنا أنا بس راح اشوفكم الطريقة اللي امسح بها مكياجي وشنو اخلي ورا ما انظف وجهي. اذا تريدون تشوفون فيديو ثاني عن الكريمات والماسكات اللي استعملهم وكم مرة استعملهم، خلوا لي كومنت جوا وان شاء الله اسوي لكم اياه عن قريب. همينة راح اخذ ميك اب ريموفر من غانييه، وطبعا هذا الميك اب ريموفر ابد ما حبيته ولا انصح اي وحده تشتري، لانه راح يشوفون هسه بالفيديو شلون راح يلعوص الامه مثل ما نقول، فما حبيته ابد. على كل راح امسح مكياج العين بيه، وحتى لانه هو بيه شويه مثل الدهن يوخر هم من الرموش بطريقه سهله. مثل ما تشوفون هذا الميك اب ريموفر مدى يوخر مكياج العين بطريقة سهلة، دا يخليني أشد هواية على العين، وهذا الشي مو زين. هسا راح أخذ وايبس وراح أمسح، راح أخذ الفانديشن كله أمسحه والحمرة وحواجبي. وبعدين راح اخذ غانيير، همينه هذا ميك اب ريموفر بس يجي مثل المي. طبعا هذا تقدرون تمسحون المكياج بيه وتخلوه ما تغسلوه لين ما بيه اي دهون. وهسه راح ابلل وجهي واخذ هذا الغسول من بيورتي، هذا كل زين. طبعا هذا 3 بواحد، هو غسول ويوخر المكياج وهمينه تونر، وراح استعمل وياه فرشة الوجه من أولاي. ومثل ما تشوفون طريقة دائرية، ما اضغط على الوجه حيل لان الفرشة هي دا تتحرك، راح تاخذ لي كل الفاونديشن من الوجه. هسه راح ارجع اغسل وجهي بمي دافي، وبعدين راح اخذ نفس الغسول واخليه بايدي، راح اغسل وجهي بايدي حتى اوخر المكياج الزايد والمسكارا والايلاينر اللي جوا العين. راح انشف وجهي بالخاولي بطريقة الطبطبة، بعدين راح اخذ هذا البلاك هيد ستيم من توني مولي، هذا يوخر الرؤوس السوداء اللي على الخشم. طبعا كلش احبه هذا الكريم. راح اخذ شوية باصبعي وافركها على منطقة الخشم بطريقة دائرية لمدة 3 إلى 5 دقائق. بعدين هم راح اغسله بالماء وانشف وجهي بالخاولي. هسه راح اخذ هذا الاك بور، هذا تايتنينج كولينج باك همينه من توني مولي، راح اخذ همينه شويه منه واخليه وين اكو اماكن المسامات اللي بيها كلش مفتوحه، هذا راح يصغر المسامات اللي بالوجه، فراح اخلي على منطقه الخشم وشويه على الخدين وعلى قصتي وشويه على حنشي جوا الحلق، لان هالمناطق عندي المسامات بيها شويه مفتوحه. وراح اخلي هذا الماسك على وجهي لمده 15 دقيقه. فانتوا شوفوا شو تريدون تسوون بال 15 دقيقة، تقعدون على الموبايل، تاكلون شوكولات مثلي يامي يامي، لو تسوون اي شيء. وبعدين راح ترجعون تغسلوه همينه بمي دافي. طبعا كلش احب هاي المنتجات من توني مولي، وراح اسوي ان شاء الله ريفيو عنهم بالفيسبوك مالتي. هسه راح اخذ اي كريم من سيمبل
واخليها جوا العين. طبعا الاي كريم كلش مهم بنات مثل ما قلت لكم من قبل. وهسه راح اخذ هذا المويسترايزر من امبرليس. كلش احبه هذا المويسترايزر خاصة الوقت الشتاء، لانه يرطب الاماكن الجافة بوجهي، والاماكن الدهنية ما يخليها تبين اكثر دهنية وتطلع الدهون بيها. بعدين راح اخذ مرطب للشفايف من EOS ليب بالم واخليه على شفتي. وخلاص هذا هو السكين كير روتين مالتي، وإن شاء الله يا رب استفادتوا، وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي.